ليالي لضوء القمر كعشق اليباب لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليباب لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أولا، ولك الحمد آخرا، لك الحمد ظاهرا، ولك الحمد باطنا. سبحانك ربي عظيم كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى عبادك الصالحين إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بداية أسبوع موفقة البنات، نتمنى يلقاكم الفيديو ونلقاكم أنا في بيوتكم إن شاء الله دائما وانتن في أحسن الأحوال دائما. وكما العادة جبت لكم أفكار اللي ممكن تنفع أي وحدة فيكم تستفاد منها، همسات طيبة. ابقوا معنا لآخر الفيديو. غبت عليكم هذا الأسبوع ظروفي الطيبة استقبالي دايما. شوفوا كي يكونوا عندنا ضيوف في البيت ماذا بنا من حسن الأدب أن نعطوهم، أننا نكون معهم كرام في كل شيء، حتى في منحنا لوقتنا إياهم. ما نقدرش وما نجمش نصور وأنا عندي ضياف في البيت. نعرفكم راقيات ومتفهمات. صورت معكم أكثر من فيديو ولكن ما كتبش المكتوب. ما نتأسفوش، نطمحوا إن شاء الله. المهمة واللي تهم كل سيدة مقتصدة مجبرة كما نقولوا في بيتها وقايمة بصوالحتها. موضوعنا اليوم مهم ومتفرع فيه همسات. بقوا معايا لآخر الفيديو، ما تغادروش البنات. نقضوا أقل من سويعة من الزمن فيها بعض المنفعة والهمسات الطيبة. شوفوا البنات، التحضيرات المسبقة موضوعي المهم اللي دائما نحفز عليه السيدات، وأصبح موضوع شاغل لربات البيوت وحتى العاملات بدرجة أولى، باسكو فريمون حاجة نقطة نظام وتساعدنا على تخطي العراقيل وهذوك الضغوطات اللي يواجهوا كل وحدة فينا تواجه ضغوطات وقلق و... وضيق الوقت وإجهاد وإرهاق وتعب من كثرة الشغالات والمسؤوليات وكامل هذه الأشياء. أما إذا اتبعت أسلوب النظام والترتيب، التدوين، التحضيرات المسبقة، كامل خواتتي ما شاء الله يطرحوا الطرح الجميل لهذه النقاط المهمة لكل امرأة، سواء كانت ربة بيت ماكثة عندها تربية عندها شغالات ولا عاملة خارج البيت، إلا ويعود عليها بالنفع. أنا هنا كان يوم شاق فيه بزاف كثير من الإنجازات. ضربت طلة في بيت الخزين. شوفوا البنات، هذه نقطة مهمة، سمعوني. اللي راها دايرة خزين أكثر من 6 أشهر تفقد خزينها لا للضياع والإهدار. كاين بعض الأخوات ربي يهديهم يكدسوا السلع ويشروا بلا حساب ويكدسوا، وتكون فرحانة تحسب راسها مقتصدة درجة أولى ولا مجتهدة. المهم حقت مفهوم الاقتصاد تكديس السلع. لا البنات، كاين بعض الأحيان اللي نغفلوا حتى ولا كنا فايقات ووقفت على شغلتنا، نغفلوا على بعض التواريخ اللي تهم على وشك الانتهاء والصلاحية تاعها وما ننفقوش بها.
فهمتوني البنات؟ انا ضربت طله وما نغفلش على صويحاتي، دائما ننظف بيت الخزين ولا بيت المؤن، نمسحهم بطباع، ندير جرد للوازم تاعي. كي نحب نحضر حاجه ولا نستقبل ضيوف، نمشي نجبد من بيت الخزين ايضا لوازم ومصبرات وكامل. واذا به هذه المره نتفاجأ، جبرت كم من ماده على وشك انتهاء الصلاحيه نتاعها، جبتها استغليتها، حضرت حلويات استقبالا لضيوفي، وحضرت طلبية. ما تقولوليش البنات بالمادة، لا، الزبدة كان باقي لها واحد قريب شهرين متتاليين وتكمل صلاحية. والشوكولا أيضا جبتها للدراري، داروا لي بسكوي، داروا الكيك والكاوكاو وشوية تاع اللوز. كيما على بالنا المكسرات نخبوهم في المجمد. أنا كانوا عندي مكسرات في علبة محكمة الإغلاق. ما نكذبش عليكم، كانت مدة باقية، مدة معينة أجبت نستغلها قبل ما مشي تفسد، ولكن ما يبقاش المذاق تاعها مليح. اما بالنسبه للطويجين تاعي راكم تشوفوا القرنوع، الله الله مصبر، وجدته بالديك الرومي والليمون المصبر اللي لا يعلى عليه، في اضافته لاطباقنا التقليديه. يجي شهي فيه مذاق وعطر الليمون المركز رائع طبيعي، وحتى هذاك العصير تاعه يجي خاطر كل ما قدم معنا وتعتق معنا، ويجي كيما لا جولي، يجي خاطر ويجي بنين البنات. نضيفوه حتى في الاطباق اخرى، نحو به الزفره تاع الدجاج وليزابا، نديروه في الاطباق تاع البوزلوف لو كان تحب السيده، اطباق الاسماك ايضا. المهم هو يجي يضفي نكهه مميزه لاطباقنا. شوفوا هنا الطويجين تاعي وجد، درته غير في لا كوكوت مينوت. ليه ما داش مني الوقت باسكو كنت انا ديجا تعبه، ما صورتش معكم الفيديو يجي طويل البنات. بعد اللي وجدت لي غاتو تاعي، رغويت المطبخ كامل وسياقت نظفت نشفت، وليت طميت الماعن تاعي اللي درته في لافيسال واللي غسلت على يدي، وما شاء الله وجد لهم العشاء ورحت نرتاح البنات. هذه الفترة فترة الفروض تاع أبنائنا، فترة باش ما تكونش متذبذبة علينا ونكونوا مرتاحين بعض الشيء. ثاني فيها ثاني راه عندي أيام صيام جميلة، واحد النفحات فيها بركة وفيها ريحة رمضان. نفكركم ونجيب لكم ريحة رمضان البنات اللي فيها الدين. شكون اللي فيها الدين؟ يا الغفلة، نوضي صومي دينك. واللي ما شاء الله بصحة جيدة وحابة تنقص الوزن، ننصحك بصيام الأجر. صيام الأجر فيه راحة. الغرب درسوا هذا الباب وهذا المدرسة لمدرسة الصيام، وجدوا فيها المنافع، وجدوا فيها طب شامل في الصيام اللي راه درك ولا موضة، الصيام المتقطع. واحنا الصيام تاعنا العادي ما كانش اروع منه، حقا فيه راحة. هنا جبت لكم صفحات من هذا الكتاب الذي لا اظن ان بيت جزائري يخلو منه، كتاب الذكريات الجميلة تاع الزمن ما أمي كنا أطفال صغار. أنا شخصيا جربت منه وصفات البنات، وكنت في 9 والعاشرة أول دخول لي للمطبخ. كي نشوفه نتذكر حتى الطبق اللي وجدته، طاير في الريح. شوفوا بعض العناوين راحت اندثرت من القاموس المطبخ الجزائري. طاير في الريح. كاين طبق ما عرفتش، تحبولة بالمرق، ما عرفتهاش. كاين طبق عجبني لو كان نتحصل ونجبر الفليو نجربه، طبق ما نديروهش حنايا كامل، كسكس بالبطاطا والفليو. عجبني وعجبتني الفكرة، قلت علاش لا ما نجربوش في الربيع ان شاء الله يكون الفليو. شوربه بيضاء، احنا نوجدوا الفيرميسيل والمقطفه، صوص غوج، صلصه حمراء بالحشيش شوربه والنعناع الفطور. كاين بعض الاطباق الرائعه نجربوهم
ونبدو منهم بنتيجة ولا نخرجوا بنتيجة مرضية. مثلا على سبيل المثال هذه الفترة وكما هذه الفترة اللي ما بين الخريف وأبواب الشتوية ولا أبواب الشتاء، السيدات كانت في وسط الدار. بكري زمان كانوا البيوت عبارة عن بيت دائري مركزه عبارة على وسط الدار ولا حويش ولا صحين ولا كل واحد وكيفاش يسميه. السيدات بعد اللي يكملوا الأشغال المنزلية تاعهم يفرشوه بزرابي كل واحد وبالهيدورة. كانت وقت الهيدورة يا حسرة، كل واحد وكيفاش يسميها. هيدورة الصوف تاع الغنم اللي بعد الذبيحة وكامل هذيك تاع الخروف ينطفوها يردوها بيضة تشقشق كيما الثلج. كل واحد وكيفاش طريقة التنظيف تاعه. وكانوا يستعملوها كأفرشة، كانت دافية على الزربية. يجمعوا عليها الكساع تاع الحطب تاع اللوح، ويفتلوا المقطفة ويفتلوا السفة تاع رمضان. راه قريب 3 شهور هذه إن شاء الله اللي راها تفرقنا على الشهر الفضيل. كانوا من ذروة يوجدوا هذا التوجاد الجميل الطيب الحسن. العرايس نتاعهم اللي هما النسوة اللي في العمر تاعنا يقوموا بوليداتهم وبأشغال المنازل، والكبارات يتلموا كامل، يتلموا وينطموا ويوجدوا يفتلوا المقطفة ويفتلوا. أنا نتمنى لو كان نرجعوا رجعا ولا رجعة جميلة لإحياء الطبق الجزائري وكل سيدة والمنطقة نتاعها. كل سيدة وراها الطبق نتاعهم العائلي اللي وجدوه ماذا ممكن ورثت على جداها ولا وتحيي ذاك الطبق. أنا أحيانا وليداتي ما يحبوش أذواق معينة، ولكن ما نرغمهمش، ولكن نعرفهم بالطبق، نقولهم هذا طبق قديم تاع الجدة هي علمته لي. وهكذا نحيو كل وحدة بطريقتها وبلمستها في البيت نتاعها إحياء الطبق الجزائري. وتحية لكل سيدة وسيد. بالمناسبة أذكر واحد السيد قسنطيني شاف حميد قراري، ما شاء الله قناته رائعة في إحياء الطبق القسنطيني. ذكرني بأختي وصديقتي وحبيبتي للا جميلة، تحياتي لها، نجرة زيرية، أيضا تحيي الطبق العاصمي بطريقتها الجميلة والرائعة. نتمنى لكم كل الخير، ونعود عودا أحمدا وجميل لتراثنا وعاداتنا دون نسيان ماضينا وأصالتنا. والمعاصرة شيء لا بد منه بالتأكيد. تمنيت وأتمنى أن يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم الطيبة. تحياتي إلى ملتقى قريب إن شاء الله، في أمان الله.